ازيك يا استاذه سوسن؟ اهلا وسهلا، خضتني. عامله ايه؟ احنا اتفقنا صوتنا كلنا هيبقى عالي النهارده. ليه؟ كلنا هنعلي صوتنا. ليه؟ هنتكلم كلنا بصوت عالي. ليه؟ هي ناقصه؟ سامعاني يا سوسن؟ انا سامعاك والله. تعالي نجرب اللقاء ده نتكلم بصوت عالي جدا. لا ليه؟ لا طبعا، ايه الصوت العالي ده؟ تلوث سمعي. احنا طول الوقت بنقول يا جماعه بلاش كلاكسات، بلاش تعلي الراديو، بلاش ميكروفونات في الشوارع ملهاش لزوم. تقول لي احنا نعلي صوتنا ليه؟ انا مش سامعك خالص. لا انت تروح تشوف دكتور، عندي اسم دكتور هايل هبعتهولك. انا مش سامع حضرتك. النبي لو عملت ايه خلاص. اقول سوسن ولا استاذه سوسن؟ لا سوسن عادي. طبعا. ازيك يا سوسن؟ اهلا وسهلا. طب عامه الف سلامه عليكي. الله ايه يسلمك. اللي حصل؟ كعبل في ايه؟ تصوير كعبلت، ما خدش بالي. دي عتبه يعني قد كده 2-3 سنتي بس، كان مكتوب بقى. كان ايه تصوير ايه؟ مسلسل فرنساوي بس ده هيتعرض ان شاء الله بعد رمضان بعد العيد. سبحان الله هو اول يوم. كان معاكي مين في التصوير؟ كان المفروض عمرو يوسف وانا، وفي كان حد او 2 تانيين بس انا مش فاكره مين. تفتكري عين مين دي؟ عين ده لما سوسن بدر تقع من عتبه صغيره يبقى عين اولا مين؟ ما يقع الا الشاطر. عين مين من الستات اللي كانوا معاكي؟ لا يومها ما كانش في حد، ويعني لا هو قدر، هو قدر. اصل مفيش حاجه هتحصل. معلش ده الولد بتاع الاضاءه بيلعب. العب يا حبيبي. لا بس ده مش عايز تتسحر، ها يقعد يسوق هنا. عمال بيتمرجح على البلاطه. فكان كاتب ان انا أقع. وسبحان الله ما يمكن انا وقعت الفتره اللي انا وقعت فيها دي اتحش حاجه اوحش. تفتكري الدعوات بتاعت الجمهور؟ لا كانت سميحه لسه ما بداتش، يعني كانت بس انت سميحه. ايه الشر ده يا سوسن؟ ايوه انا ما شريرة. كنتش متخيل خالص ان يطلع منك الشر ده. لا لا انا يطلع مني. منك. اصبر. انت عارفه ان اللي عاجبني ايه؟ ان انت يعني بعد الشر ربنا يشفيك يا رب، رجلك يا رب. اتكسرت بس من مسلسل لمسلسل لبرنامج لسفر هنا على مسلسل فرنساوي. ايه هو الكلام ده اللي امال لو جابني كنتي 5 تمام كنت مصابين. هتعملي؟ لا اكتر من كده بكتير، بس هو الكلام ده بالظبط اللي انت كنت بتقول عليه من شويه يعني ده. بعد الشر عليكي رجلك مكسوره وجايه تصوري الحلقه، الحمد لله. نقول لك يا استاذه خلصنا الحلقه تقولي لا هصور حلقه تانية. تصدق انا غلطانه. نقول لك يا والله. استاذه تقولي لا نعمل برومو. طبعا. امال لو ما كنتش رجلك مكسوره كنت عملتي ايه؟ ولا والله لما يكون في ايه. يعني الناس كلها طلبت تتصور معاكي الا انا، انت اللي قلتي لي عايزه اتصور معاكي. لا ما حصلش، لا ده لا. لا ليه؟ ما حصلش عشان انت جيت قلت لي انت بقالك 3 ساعات بتتصور معايا من ساعه ما كنت في الاوضه بره. انت هتبيع الصور في الاخر مش عارفه بتعمل بيهم ايه. وهنخلص واتصور معاكي هنا هركب عليها ناس تانية هبيعها. هتبيع بس بقول لك ايه الشياكه والحلاوه دي؟ ميرسي ربنا احمر يخليك. على الاحمر ووراكي احمر ايه. هنتجوز قريب ولا ايه؟ تحس ان احنا في اليوم الاحمر. طب ممكن نشوف استاذه سوسن عروسه قريب ولا؟ والله يعني ما فيش مشكله، لو في حد مناسب مش هقول لا. بجد؟ طبعا، ليه لا. ده تصريح يا جماعه ان استاذه سوسن بدر هتتجوز قريب جدا. ما قلتش ان انا هتجوز. امال ايه؟ انت قلت ممكن، قلت لك لو في حد مناسب. هو بقى كلامك ده اللي بيخلينا ما نعملش احاديث، عشان انت بتاخد الجمله الغلط تحطها في المكان الغلط. طب شايفه يعني مين ممكن يبقى مناسب لعريس لسوسن بدر؟ لا ما اعرفش، مش مواصفات يعني، لكن بتبقى الحكايه ايه انت. صدق انا غيرت رايي تماما في الحكايه. رجعت في كلامي خالص. ليه طيب؟ رجعت في كلامي. كملي. قول اتحفني. محمد شريف ولا محمد سامي؟ محمد شريف. ولا محمد سامي؟ مين محمد شريف؟ كده يا سوسن؟ والله زعلان منك وحياة ربنا زعلت. مين محمد شريف يا جماعه اللي زعله قوي ده؟ مين يا خالد؟ ايه؟ جاوبي. ايه السؤال اللي بعده؟ إلهام شاهين ولا يسرا؟ فين السؤال؟ إلهام شاهين ولا يسرا؟ فين السؤال؟ مالهم؟ كويسين اختاري. زي الفل، اجمل ممثلات واجمل ستات واجمل ايه فين بقى السؤال؟ اختاري واحدة يا أستاذ. اختار واحده فين السؤال؟ ممكن تحكي لناس اتعرفتي عليها ازاي؟ لما دخلت عرفوكي في الأوضة أنا مين وبعمل إيه؟ لا اصل اي مهنه في الدنيا ما دام مهنه شريفه فما فيهاش حاجه عيب يعني. اصل انت كونك النهارده بتسجل معايا دلوقتي ده ملوش علاقه بان ممكن يبقى عندك عمل اضافي. وبعدين النظافه من الايمان، يعني حاجه ما تضايقش وحاجه ما تحرجش. انا مش عايزك تحط ايدك على وشك ولا تعرق في كلينكس يا جماعه، ولا تعرق ولا حاجه. عادي. ليه دي مهنه شريفه جدا جدا. انت بتتكلم في ايه؟ احنا ما نعرفش نعيش من غيرك. بس إيه رأيك في الأوضة؟ فله واحنا
فيهاش اي حاجه ناقصه. كانوا عارضين عليا اطلع ان شاء الله حاجة تبقى اسكت خالص. كفايه اي حاجه طربيه كده. يا راجل، ترابيه مين؟ تعالى يا عم تشيل، انت بتصدقوا روحوا تسحروا انت بتبص في السعر الناس بتضربكم. كل سنه وانتم طيبين. طيب انا مبسوط جدا بيكي والله العظيم، وفرحان ان انا اتعرفت عليكي لتاني مره. الاولانيه كانت امتى؟ كانت هنا برضه في حبر سري. كنت انت اللي ماسك النظافه برضو؟ هو حد غيري دخلك الاوضه؟ لا بس المره دي احسن. طيب انت ضحكتي الناس عليا. لا فشل، احنا بنهزر مع بعض. لا ما تهزريش معايا اساسا بعد اذنك. ساكت، انا غلطانه. استناني بس اما اخف. انا مبسوط ان اتعرفت عليكي وفرحان وبحبك جدا. وانا كمان بحب. يلا اتفضلي دورك. دوري في تشكري فيا زي ما شكرت فيكي. انت ده بتفتح. خلاص هشيل كل ده في المونتاج. اتفضلي يا استاذ. مين؟ هاتوا لي رقم بطاقته يا جماعه. ما هو يا تشكري فيا يا تشكري فيا. حد ينزلني من هنا. حد ينزلني من على البتاع ده. مين الممثله اللي بتحط على رنا؟ ارتقي ملفظك. مين اجمد من رنا رئيس؟ امي. ابني. ابني. وغلاوتك وحلاوة دي مش انت طبعا، دي امي. خلي امك تنفعني. بس في قلبك فيهم غيري انا. لا هو انت مش موجود في الترتيب. طنط انت ما قلتلهاش؟ معقول اخطبها منك من غير ما تعرف؟ انت ايه اللي جابت في برامج الكبار دي؟ والله كانت محسوبه عليهم بالعافيه. يعني مش كفايه ان هي عيلت خالص يعني. ما هي عيلت كده كده. الحقيقه علينا بقالي كتير قوي يعني انت اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ انت مالك؟ امال زنيت عليك ازاي؟ والله لقيت نفسي فاضيه، قلت اما اجي اعمل معاك كده انترفيو لذيذ. ادلعك اقول لك ايه بقى عشان اعرف اضايقك من غير ما اضايقك قوي يعني. دلعني قول لي ريك، هعتبرك يلا. هتسجلي الحلقه المره دي ولا هتطلعي تجري؟ هطلع اجري. انا ما اجيش على الفاضي. انت جيت على الفاضي صح؟ انا ما اجيش وفي الاخر يتقال لي رنا اصل رنا هرب. والله يعني ده اقل حاجه اقدر اخد بيها حق الناس منك. ليه؟ دي اكتر حاجه مفرحاني. محمد سامي بيحط عليك ازاي؟ محمد سامي ده قلبي. مش عليك خالص يعني؟ لا بتخافي منه؟ بخاف منه، بحترمه. انت بتخاف منه اكيد، لازم تخاف منه، هو لازم تخاف منه. خلاص انا اجيب لك محمد سامي بعد كده، ها، عشان يلمك من اللي بتعمله في الناس ده. بتهزري معايا؟ لا مش بهزر، بتكلم بجد. ما دي اخرة النخت ان انت تهربي من الاوردر والجله. لا الحمد لله. مين الممثله اللي بتحط على رنا؟ ايه ده اصلا؟ ايه السؤال ده يعني؟ ارتقي ملفظك. مين اجمد من رنا رئيس؟ امي. ابني. ابني. سمعيني حاجه بقى كده. لا انت مش جايب انغام. ليه عندك ليه عامل نفسك بارت من حياتي؟ انا عايزه افهم. اي حاجه تيجي على دماغك. ما عنديش حاجه دلوقتي. حطيتني تحت مش ضغط. طريقه حلقه دي. ها قول لي. سمعيني اي حاجه. عشان الاسلوب بتاعك مش هسمعك حاجه، عشان طريقه اسلوبك مش عجباني. لو بتحبيني سمعيني اي حاجه. خد المايك. رنا عيب يا رنا. لا خلاص بقى، ما انت قلت الحقيقه. وغلاوتك وحلاوة دي مش انت طبعا، دي امي. خلي امك تنفعني. هتنفعني. هو انت ما فيش اي كرياتيفيتي لا. خالص؟ ما فيش لا. اي ارتجال خالص؟ لا. طب تعالي تزغرطي. مواهبي دي مواهب مدفوعه. يلا هطلع منك اي حاجه. ياسر جلال كان بيقول لك ايه وانت في المستشفى بعد الشر يعني رفضتي في ظل الرئيس؟ الحقيقه انا مش متذكره قوي، لان ظل الرئيس كانت زميلتي الفنانه ميان السيد، فانا مش فاكره كان بيقول لها ايه في المستشفى. معقول. نور النبوي ولا النور اللبنانيه؟ نور النبوي ولا نور اللبنانيه ما لهمش اي علاقه ببعض، بس نور اللبنانيه بقى. نور انا بعشقه، بس نور في قلبي. انهي واحد؟ نور. انهي نور؟ النور اللبنانيه. في 2 نور. ايوه. في نور النبوي وفي نور اللبنانيه. مين اللي في قلبك غيري؟ انت بتقول ايه؟ مين اللي في قلبك فيهم غيري انا؟ لا هو انت مش موجود في الترتيب. طنط انت ما قلتلهاش؟ معقول اخطبها منك من غير ما تعرف؟ دي حماكي دي عليها حركات. هي بتحب تعمل مفاجآت. دي غريبه جدا. تخيل. ايه ده، هو انت ارتبطتي ولا ايه؟ انا مرتبطه بفني. اوكي. طب صدق بالله. حاجه بقى، يا اما قولي بتحبيني قد ايه؟ انا مش هغني. طب مثلي اكنك مش انت ممثله؟ لا مش مثلي وانت بتحبيني. لا. وخطيبك؟ يا عمي انت خطيبي مين يا عم؟ اهدى. اغني لك انا اغنيه حلوه؟ لا خلاص بقى احنا يا دبلة الخطوبه عقبالنا كلنا. ماكل البوتوكس في وشك يا بوسي. انت مصر هسيبك وامشي. ما تقدريش. اهو. بوسي ارجعي. بطاقه. ياسمين محمد شعبان. اماكن البوتوكس في وشك. ايه؟ اماكن البوتوكس في وشك. طب قول لي انت اماكن البوتوكس في وشك. مفيش الكلام ده. هنخلص ونطلع الدكتور ما بعملش يا عم. كم عمليه تجميل؟ هي واحده. فين؟
ازيك يا بوسي؟ ازيك بعد ايه بقى؟ بوسي، الرجاله بيمثلوك ايه في حياتك؟ سؤال رخم قوي شويه. وانا رخم. لا الرجاله بتمثل لي ابويا، جوزي، ابني، يعني نص المجتمع، يعني حاجات كتير قوي. اخويا. قولي لي سؤال واحد بيضايقك. مش عارف، مفيش حاجه معينه. لو ضايقني هقول لك مضايقني، ما تسالوش. السن مش بيضايقك؟ لا خالص، ما انا صغيره اصلا، انا مش عندك كام كبيره. سنة؟ عندي 36 سنه، لسه ما كملوش خامس، يعني 36، يعني لسه ما كملش 36. اخر مره مطربه زميله زحلقتك؟ زحلقتني؟ بمعنى؟ يعني زحلقتك. لا ما حصلش والله، كلهم محترمين. اول اجر بوسي خدته في حياتها؟ 15 جنيه. واخر اجر؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تجيب المشاكل صح؟ اخر شقلباظ خدتيه في حياتك؟ لا انا عايشه طول عمري في شقلباظات. بجد والله؟ حياتي كلها عباره عن شقلباظات يعني الحمد لله. ايه اللي بيوجع دماغك؟ اللت. تعرفي تقلدي مين يا بوسي؟ كتير. قلت لك حنان. يلا. حنان. والبسمة اترسمت شفافة ما تضحكنيش. ما تضحكنيش. والبسمة اترسمت شفافة والضحكة اترسمت بالعطافة والفرحة انقسمت في لبنان وابن دنيا الخوافة. ممكن المايك طلع صوتها حلو يا راجل. ده ايه ده ما شاء الله. ما هو احنا بنجيبه اللي صوتهم حلو. بوسي ممكن تغني لي حاجه ايه؟ طب غني لي حاجه. مين؟ لا ده حبيبي، بس مش حافظه له حاجه والله العظيم. طب حاجه برضو والله ما حافظه له حاجه. ممكن تقولي لي نكته؟ تصرفي بقى. اعمل ايه؟ تفكرني انت بنكته. اقول لك انا نكته؟ مره سمكري جاع كل قطع خيار. طب خدي بقى السؤال ده. هيرقد لي. محمود الليثي قال لك هتجوز تاني لو طلعتي نكديه. قال لك 7 حاجات قوليهم. نكديه. تعرفي تغنيها؟ طب نعم. قول لي بقى عايز ايه؟ هتجوز تاني لو طلعتي نكديه. ايوه. عشريه. ايه؟ لا مش فاكره. ما تفكروني طيب. عناديه. حشريه او كشريه. بوزك مقلوب شبرين. هتجوز تاني لو طلعتي. قلابه. ايه بقى؟ مش فاكره. ايه؟ قلابه. كدابه. قلابه. حاجه كده صح؟ بصي انت خسرتي. يا عم اقعد بقى وانا داخله الاوسكار. ممكن تقولي لي السكين روتين بتاعك؟ انت ليه حاشر مناخيرك كده في الحاجات التجميليه بتاعت الستات؟ احنا اصحاب. لا احنا مش صحاب. من حقي عليك ان انا اعرف. ولا هعرفك حاجه اساسا. بصي هسألك سؤال اخير. اتفضل. قبل ما نقفل الفيديو. خنقتني. شاوري لي على اماكن البوتوكس في وشك يا بوسي. انت مصر. هسيبك وامشي. ما تقدريش. اهو. بوسي ارجعي. عدد عمليات التجميل كتير بجد؟ هرحب بيهم. راح. بس نفسي اسمع منك نكته بالمصري. يا الله عندي نكته حلوه قوي. قالت له يا سي محمود الا مالك يا وليه. قالت له ازاز الحمام اتكسر وعايزه حد يجي يصلحه احلى ما الجيران يتفرجوا عليا. طب تعالى بوسني. بجد؟ بجد؟ هبوسك. تعالى بوسني. اظهر على اساس ان انت الشبح يعني. ازيك يا مايا؟ الحمد لله. وحشتيني والله. هو أنت والله عارفني بقالي قبل كتير كده؟ قوي ما سمعتش صوتك. هو انا بكلمك كنت في التليفون؟ انت اول ما نزلت من الطياره كلمتيني على طول. قلت لك انا مش فاضي بلبس، اسبقيني على الاستوديو وانا ما هجيلك. اقدرش اعيش من غيرك. انا بحبك قوي. احلف. والله هشوف من الاسئله دلوقتي. لا بس ههزر براحتي. جرب. بس انا عارف ان اي حد من اللبنانيات خلقهم ضيق. خدي بالك انا مديري اللبناني. مديرك ومخرجك برضه صح؟ فانا ادرى. ونجمتك لبنانيه. ايه الجمال ده؟ صح؟ والله العظيم انت زي القمر على الحقيقه. منوره. انا بدلعك النهارده، خدي بالك عمري ما دلعت ضيفه. انا لسه ما ابتديتش. بس انا خايف منك. لازم تخاف. اللي يشوف مايا قبل ما نسجل كانت بتلعب بايه مش هيقول كده. بلعب بابنك. والله جايب بطه
والله بجيبها معايا التصوير اتجوزت ده. ايه وزه جبتوا بطه مع ايوه بعض؟ مراتي. برافو. انت عارفه ان انا بجيبها معايا كل تصوير بتفائل بيها؟ ليه؟ جود لك لك لان انا اول ما قالوا لي مايا دياب النهارده قلت لازم اعرفها عليك. على البطه؟ اه. شو اسمه؟ فوزيه. فوزيه. خلاص فوزيه معايا. انا عايز ارحب بمايا دياب بجد، هنسقف لك. ثانك يو. انا الوحيد اللي بسقف ولا ايه؟ والله عادي. عدد عمليات التجميل كتير بجد؟ هرحب بيهم. راح. انا قلت في مره اللي في جمالي تفعل فعالي. انت عارفه ان احنا حالفين اي ضيفه او ضيف يجي السيزون ده لازم يبقى معدي ال 190 سم. يعني ما اقدرش اكون معاك ضيف مش 190. امال كام؟ تقول كام؟ 100 مع كعب ولا من غير كعب؟ مع كعب 187 86 ومن غير كعب 76. خدي بالك احنا بنقيس اي ضيف يجي عندنا. ايه؟ هقيس. ايه؟ وهقيسك انت برضو. بتحبيني قد ايه يا مايا؟ قد المتر ونص اللي انت فيها. انت ليه دايما بتخشي في خناقات؟ عمري انا ما بتخانقش. بس انت بتحبي تتخانقي. ابدا. طب بتجري الشكل؟ لا. امال ايه؟ هم بيتخانقوا معايا. ولما بيتخانقوا معاكي؟ مش دايما برد. لو حسيت ان الموضوع لازم ارد فيه ارد، لو حسيته بيعدي كده لحد بايخ زي وشه يعني ما بردش. بس انت ايه الخناقه اللي دخلتيها وهي مش بتاعتك؟ وعمري لا، انا بدخل خناقه وانا عارفه ان انا كسبانه في الاخر وفي الاول. بس انت بتدافعي كمان عن صحابك جدا حتى أوي. لو هتخشي خناقه مش بتاعتك. انا صاحبه صاحبي قوي. بس عمرك ما دافعتي عني. عنك انت؟ مش لما تبقى صاحبي؟ مايا احنا المفروض صحاب أوي؟ هتتغيري عليا قدام الكاميرا. هبوس فوزيه. بوسي فوزيه. كل ما اغلط هبوس فوزيه. انا نفسي اسمع منك حاجه. قول. اغنيه. يا هضامي. ايه رايك؟ بين الجبه والحالق وش تبغى عيونك مني. دي ليا انا؟ لا بجد؟ كانت ليك، انا كدبت عليك. اقسم بالله اول مره تقف قدامي ضيفه او ضيف ما بترخمش عليا. وما اعرفش ارخم. جيب حد يساعدك ترخم عليا. وائل جسار ولا راغب علام؟ بس على فكره هما الاثنين صحابي قوي. طب وائل جسار ولا فضل شاكر؟ وائل جسار. بس نفسي اسمع منك نكته بالمصري. يا الله عندي نكته حلوه قوي. قالت له يا سي محمود الا مالك يا وليه. قالت له ازاز الحمام اتكسر وعايزه حد يجي يصلحه احلى ما الجيران يتفرجوا عليا. قال لها ما تسيبيه يا وليه، هم لما يشوفوكي هيصلحوه على حسابهم. فوزيه. ضحكتك صح؟ والله العظيم زي العسل. دي نكته بقالها 20 سنه بقولها. بجد؟ والله بحبها قوي. مريم فارس ولا نانسي عجرم؟ لا انا ليه جاوبت على الرجاله مش هجاوب على البنات. ليه بقى؟ بحبهم. وانت ما بتحبيش الرجاله؟ بلا بحبهم، بس انه نحن البنات غير الشباب. ما تخليني ازعل انا والبنات. زعل البنات ما فيهوش هزار. ها؟ بتقطعوا بعض بنات بالذات. انا ما بقطعش. لا بس هم بيقطعوا. والله؟ زعلهم وحش؟ يزعلوا ولا ما يزعلوش هم بيقطعوا. اليسا ولا هيفا؟ اليسا. مين اكتر واحده لبنانيه مغنيه زعلها وحش؟ بس انت عايز تسأل السؤال بطريقة تانية. ايه هو؟ مين اكتر واحدة بالبنات في لبنان بتقطع في التانية؟ مين اكتر واحده من البنات في لبنان بتقطع في التانية؟ هم 3 بيقطعوا فينا كلنا. قولي لي اول حرف من كل واحده. الله هقول لك. كتير قوي كده؟ هم 3 كل واحدة فيهم اسمها مؤلف من 5 حروف. بص كلهم واقفين يعدوا. مش بالعربي عشان انا دماغي اشتغلت برضو على طول بالانجلش. اجنبي. هم 3 هم 3 ومغنيات. مغنيات. سؤال الحلقه. مين ال3 مغنيات بيقطعوا ببعض وفينا؟ مع ان انت لو دخلتي هتسفلتيهم خالص. مش هدخل. وادخل ليه؟ انا عندي حاجه اعملها في حياتي، هم ما عندهمش حاجه يعملوها في حياتهم. طب انا نفسي اسمع منك زغروطه. يلا يا مايا على الاستوديو. اروح. انا مبسوط بيكي قوي وبحبك جدا. واول حلقه ما رخمش على الضيفه لان انا بجد بحبك. انت ما رخمتش عليا. والله ما رخمت عليك. طب تعالى بوسني. بجد بجد هبوسك. تعالى بوسني. اظهر على اساس ان انت الشبح يعني. يا لهوي. ضربه كام حقنه بوتوكس في وشك؟ لما كنت صغيرة كانوا بيدلعوني سافو. لا ما مش ناقصه بقى زروطه في الاستوديو. في فيلم ليله البيبي دول كنت طالعه مرات مين؟ محمود عبد العزيز. لون بقى البيبي دول كان ايه؟ اقول لك ايه، انا هحكم عليك. ايه؟ زغرطي لي زغروطه كده. ما بعرفش ازلغط بس ايه؟ انت جاهزه؟ انا جاهزة. هو ايه القمر ده؟ شكرا. والله العظيم هرخم عليكي ازاي النهارده؟ طيب قولي لي. اعتقد انه صعب. لا مش صعب ما تقلقيش. صعب؟ بقول لك حاول. ايه، الشغل شغل. طيب ماشي ما فيهوش هنشوف. هزار، بس انت زي القمر. شكرا يا حبيبي. قولي لي بقى الناس اللي اشتغلت عليكي النهارده كده عشان تطلعي زي القمر. اللي عملت لي المكياج أيوة. اسمها وسن عزيزي. واللي عملت لي شعري اسمها رغد عزيزي. دول اخوات؟ اخوات.
ودكتور التجميل ماله؟ يشتغل في ايه النهارده؟ مفيش حاجة، مكياج بس. سلاف. هو لو هيشتغل مش النهاردة صح؟ ضربه كام حقنه بوتوكس في وشك؟ لا مفيش، مش من هواة الموضوع ده كتير. انت ضيفه يعني معانا النهارده ولا جايه تعملي ايه؟ أنا واحدة من المجموعة كده، جاية بحب بس مش أكتر. اسمك ايه بقى؟ اسأل الناس. اسمها ايه يا جماعه؟ سوسو؟ لا مش سوسو أبدا، أنت عارف إني أنا بكره كلمة سوسو. مش سوسو. والله اسمك سوسو. والله مش سوسو. عايزه ايه؟ طب ادلعك اقول لك ايه؟ لما كنت صغيرة كانوا بيدلعوني سافو. لا ما مش ناقصه بقى زروطه في الاستوديو. انت جاي تزحلقي الاستوديو؟ شايف؟ أنا آسفة بس يعني هو لما كان اقول لك يلا خشي الاستوديو اقول لك اتزحلقي على الاستوديو. انت من ساعه البيبي دول ما عملتيش ولا حاجه في مصر، ليه بقى؟ عملت بعد البيبي دول، عملت يعني حليم البيبي دول، عملت اسمهان واخر ايام الحب كليوباترا. اصلا مش وخط متابع اعمالك ساخن. بصراحه. مشكلتك يا حبيبي يا شريف خلاص بقى. مش متابع وما بتعرفش الاسم وبتقول لي سوسو. طب بقول لك ايه يا سوسو؟ في مش فيلم هرد، انا ليل- مش هرد. ايه؟ انا مش هرد. انا مش سامعك، صوتك بعيد. ولا انا ايه؟ ايه بتقولي ايه؟ ايه يا شريف؟ يا صافو. يا شوشو. في فيلم ليله البيبي دول كنت طالعه مرات مين؟ محمود عبد العزيز الله وكان يرحمه. مسافر فين؟ يا لهوي. شفتي بقى ان انت صافو، انت كل المعلومات أعتقد- اتزحلقت من دماغك دلوقتي. اعتقد امريكا يمكن صح؟ وكان راجع اجازه وانت كنتي وحشاه. لما وصل بقى راح محل السمك وطلب شوربه اسمها ايه؟ الزو. قولي لي مكونين بس عشان عارف انت الذاكره بعافيه شويه. كتير، مش بعافيه شويه، بعافيه كتير. كان فيها بطارخ، عارفه يعني ايه بطارخ؟ يعني ايه؟ يعني بطارخ. اي كلام. بتقولي اي كلام. وكان فيها جمبري. السويسي الجامبو ده عارفاه؟ انا مش من هواة البحريات كتير. لون بقى البيبي دول كان ايه؟ البيبي دول اللي ما اتلبسش. يمكن والله اعلم احمر. ابيض. ابيض. انت هتخسري خدي بالك. هتروح الجايزه. هتروح الجايزه. طب بقول لك ايه، انا هحكم عليكي. ايه؟ زغرطي لي زغروطه كده. ما بعرفش ازلغط بس هو ما بعرفش. بس هو لا ما المصري. بتعرفيش ايه معلش؟ هي الزلغوطه بالمصري. اللي ايه يا حبيبتي معلش مش سامع الصوت. زلغوطه صح؟ زلغوطه؟ ايه؟ بتقولي ايه؟ انا مش سامع خالص النهارده. طب يلا زلغطي. مصري ولا سوري؟ مش فارقه، ما هي بايظه. عشان المصري تطلع بايظه كده. هي بايظه. ما هي بزلغوطه دي عمرها ما هتطلع طبيعيه. هي بالمصري بتكون كده فيها اخرها واو، وبالسوري ايش. لا 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 ليش. دي لا سوري. ليش. دي سوري. بالمصري بقى اعتقد كده. لا 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 لا. ايه؟ هنوطيه بس شويه معلش عشان الجمال الرباني ده يبان. رباني مش حقن. انا بقول كده بس عشان الناس هتصدق. يلا رغيلي، قصدي غني لي حاجه. انا قلت افيه على فكره عدى. اغني لك. لا انا قلت رغيلي غني لي، ما فهمتيش ما الافيه؟ فهمتش. لا انا قلت احنا النهارده هنواجه صعوبه، ما هي ربنا ما بيديش حد كل حاجه. اتفضلي غني. الحمد لله. بقول لك ايه، قول لي. صحيح قول. ده انا بره قعدوا يقولوا دي قمر، دي مش عارف ايه، بس سبحان الله القبول ده في ذمه الله يعني. مين؟ بتاع ربنا والحمد وربنا ما لله. بيديش حد كل حاجه، فقولي اكيد الحمد لله. اكيد طبعا، بس القبول الحمد لله موجود. دهوني الحمد لله. احمدي ربنا بس. دايما اغني. بس انا وأنا- عجباني دماغك. شكرا. تحلقي عند مين بقى؟ نفس الحلقه اللي بتروح عنده. اخر اسفين سلاف خدته في حياتها هو ايه هم اكتر؟ كتير. في فقره فنيه لازم بنختم بيها اللقاء ده. اعمل اي حاجه يا ثانيه. نكتة يا اغنيه شعبي. شعبي. وانا كنت بغني بنت الجيران، دايما بغنيها بس الكلام. حلو، غنيها يلا بكلامك الخاص. غنيها بالحانك. بس حد يقول لي كلمه بس. وتجيني تلاقيني تلاقيني ده كمل. والله وتجيني بنت الجيران شغلانة عينيا، ولا في الجيران حواليا. لا لحظة لا في أنا مش عارفني بحبها جدا بس مش حافظاها. شريف اصحى يا شريف. زهقتك معلش. لا إله إلا الله. ماشي. هنقول إيه؟ تصبح على خير. كفايه كده النهارده. اديكي فرصه ولا تروحي؟ اديني فرصه. يلا. طب بس ساعدني.
وتجيني تلاقي نضرب يعني ألم وكأنه ومفاجئ وغير متفق عليه. وغير متفق عليه. فأنا وقتها يا عندي حل، فهم حلين، يا هقف أقول إيه اللي بيحصل ده وبتاع، يا كأنه لم يكن. فأنا وافقت على إنه كأنه لم يكن. حكم قناع الدبلوماسية خلاكي تنفي خلافك مع الفنانة غادة عبد الرازق؟ عمري ما كنت دبلوماسية، أنا ما فيش قناع احترام الزمالة؟ لا. أمال أنهي قناع؟ هقول لك على حاجة. أنا عمري ما كان في خلاف بيني وبين غادة عبد الرازق، وأنا قلتها. خلاف ده خلاف، أنا وأنت يا منى اتخانقنا. اللي حصل أكبر من خلاف؟ هقول لك اللي حصل ببساطة شديدة، هو ممكن يبقى موقف عادي، بس أنا ممكن أعمل معاكي موقف عادي، بس أنت بالنسبة أنت يوجعك ويأثر فيكي. أنا بحب غادة جدا. طالما وجعك ما يبقاش عادي. بصي أنا إحساسنا هو اللي بيفصل اللي حصل ده عادي ولا مش عادي، ده يعدي ولا ما يعديش. ده اللي حصل لي وقتها. انت زعلتي واتأثرتي؟ اتأثرت جدا. يبقى اللي حصل ما كانش عادي. ما اعرفش، يمكن عشان ما كانش متفق عليه. يعني انا غادة بحبها وبحترمها وممثلة عظيمة، وبقول في كل الدنيا، لان انا ست احترم اي حد احترمني وقدرني. بقول ان الست دي ادتني فرصة. لسه كنت هقول لك واخدتي فرص عظيمه معاها طبعا حقيقي. ومحمد سامي ما كانش يعرفني، وهي اللي قالت له ممثله شاطره ومحدش هيعرف يعمل الدور ده غيرها. يعني ست وقفت معايا. بس وانا بعمل سبق الاصرار، وعلى فكره احنا اشتغلنا بعدها اكتر من عمل. انا هقول لك دلوقتي على المفاجاه الثالثه اللي ما قلتهاش في حد في اي حته. انا جينا واحنا بنعمل المشهد ده عشان مش متفق عليه، انا اتفاجئت. مفاجاه؟ كان بالنسبه لي مفاجاه عمرها ما حصلت لي في حياتي. كنت اول مره انضرب. يعني ألم وكأنه ومفاجئ وغير متفق عليه. فأنا وقتها يا عندي حل، فهم حلين، يا هقف أقول إيه اللي بيحصل ده وبتاع، يا كأنه لم يكن. فأنا وافقت على إنه كأنه لم يكن. هو ده ما حصلش. ده ما حصل، اللي حصل ده ما حصلش عشان أعرف أكمل بقية المسلسل. أنت جبارة. ما اعرفش، يمكن ربنا هو اللي خلاني اتصرف صبرك كده. او قدرك او اداكي ربنا الهمك ده. بس عايزه اقول لك على حاجه. هو وقتها اللي حصل ده، انا بعدها لقيت اللوكيشن كله متضايق. عارفه ما تحسي الاحساس ده. اصل احنا لو متفقين على قلم هنقف هقول لك هتضربيني كده هعمل كده، اوعي تضربيني قوي، اوعي لا ما تخافيش، مش كده؟ لو قلم حتى مكتوب في المشهد، او لو في اي حد في اللوكيشن عنده فكره ماشي. عن القلم ماشي. ده، لكن قلم مفاجئ. انما احنا بنمثل وتك. فعشان كده زعلت وتعاملت معاه كانه ما حصلش. وعلى فكره القلم ده كتب نهايه علاقتك بغادة عبد الرازق خالص، نهايه انكم تشتغلوا مع بعض خالص. طيب. بعدها اشتغلنا حكايه حياه، واشتغلنا ضد مجهول. انا بقى عايزه اقول لك بقى، في ضد مجهول في قلم انا بضربه لها وقلم هي بتضربه لي. فكلمت المؤلف ايمن سلامه، بس ده مكتوب. قلت له بص يا ايمن، انا لا بحب اضرب ولا بحب انضرب. وكان ده مشكله يومها في اللوكيشن، انا مش عايزه اضربك. وكان جه المشهد اللي انا بضربها فيه الاول، قلت لها غدا انا لا عايزه اضربك ولا انت تضربيني. انا ما بحبش المشاهد دي بجد، دي شخصيتي ما بحبهاش. اول ما دخلتش خناقه معاك تعرف ان انت مش شايفاك اصلا. ما تمثلي وتسيبيني، انا احب سر. ندخل على طمع بقى انت. طبعا كلكم بتسالوني مين اللي بيطلع يكلم الفنانين، مين هو قرر ما يطلعش مع حد غير معايا. ارخم مذيع في جمهوريه مصر العربيه اهو. لا احنا لسه ما ابتديناش. النهارده بقى انا هاخد مكانك وهوقعك في الكلام زي ما بتعملي مع الضيوف بالظبط. يا عم وقع. بقول لك ايه، اسئلتي كلها النهارده مدافع مش ههزر. طب وريني اشترت. بتحبي الاصفر؟ اللون يعني ولا الشخص الاصفر؟ انت شايفه ايه؟ ما بحبوش. بتحبيهم ولا بتخافي منهم؟ ما بخافش من حد بس بحبهم. خدي بالك انا اصلا مش سالك عشان تبقي فاهمه. ما انا عارفه انت اكتر واحد اصفر. يعني لو تبقي يعني عشان لو فاكره ان انا سالك والوش اللي انا رسمه بره ده، انا مش سالك بجنيه. طب اسلك عشان ربنا يكرمك. عندك فوبيا من ايه؟ اي حاجه بتمشي. طيب احنا اتفقنا هندخل الكلب بتاع الفيديو اللي فات. لا فات. ما تهزرش، مش هيحصل كده انا اكيد. ما بهزرش، انا الكلب بره على طب وريني. هو اصلا كده هيخش من الباب اللي ورا. طب وريني، انا واقفه مستنيه.
مش قلت لك مش مستحيل؟ انا عاوز حاجه بتمشي والله. ما هو الكلب. لا قولوا والله. والله كانت كلبه طيبه على فكره. انا مش مشكلتي في الكلب وفي ولا مش وفي، انا مشكلتي ان انا عندي فوبيا من اي حاجه تقرب مني الحيوانات فقط من وانا صغيره. انا اتبهدلت بسببك في الكومنتات. ليه؟ عشان بيقعدوا يقولوا لي دي عندها فوبيا وانت بتخوفها. ما هو انت كنت عايز تجيبه تاني دلوقتي، اول مره كنا من خلاص هزارنا ومش مشكله خلاص، لكن تجيبه تاني؟ ممكن تفهمي طب الناس اللي عماله تشتم فيا في افهمك في الكومنتات؟ ايه؟ انت عمال تفهم مقلب، فقلت لي خلاص هنزله، قلت لك اوكي خلاص عدى انا كنت بهزر، لقيت الناس كلها بتدافع عني عشان الناس بتحبني وعارفين ان انا كنت هعيط في المقلب. لو النبي ما نزلش يكملوا شتيمه فيا اكتر. ده السيزون الكام من حبر سري؟ والله وانا 11. حاسه بايه بقى؟ حاسه بفخر قوي، يعني ابني كبر يا ولاد. بس انت السنه دي عامله قلق ومحدش منافسك. والله الحمد لله هذا من فضل ربي. والله انا بالنسبه لي انا مبسوطه جدا بالنجاح ده، والراي الاول والاخر للجمهور، فرحانه، حاجه حلوه، النجاح حلو، طعمه حلو. مش فارق معايا جو المنافسه ده، انا بيفرق معايا ان انا بعمل حاجه حلوه انا بحبها وبحترمها وبحس ان الناس بتحبها، فدي بالنسبه لي اهم من اي حاجه. طب انت ايه رايك في الخناقات اللي هي بتقول لك انا رقم 1 في المشاهده عموما مش في البرامج بس؟ انا مش بحب كده، بحس ان احنا اكبر او ارقى من كده. طب انت شايفه مين رقم 1 في البرامج السنه دي؟ ما انا لسه قايله لك يا ابني ما بحبش الارقام ومين اعلى ومين، ما بحبش ده. ايوه بس اكيد يعني بيجي لك حد الحكم في الاخر الجمهور، وانت بتعمل حاجه حلوه الجمهور هو اللي يقول، مش انت اللي تقول على نفسك انا رقم كام وانا عملت. ما بحبش ده، مش حباه، ما بقتش احبه خلاص. طب انا ممكن ابقى واحد من الجمهور؟ اتفضل يا جماعه. اسماء ابراهيم رقم 1. شكرا. طب قولي لي 3 مميزات مش عندك. حب الحيوانات دي ميزه، الناس بتحب تربي حيوانات وحاجه زي كده. والله انا العظيم فايتك كتير قوي قوي، انا ولادي بيعملوا ده، بس انا يعني لما بنزل انا الجاردن ممنوع يطلعوا عشان ده ممكن يحصل لي فوبيا. الناس اللي هي لما بتعوز تعمل حاجه تفكر وتاخد وقتها، انا ما عنديش ده، انا لو فكرت في حاجه ومقتنعه بيها هعملها دلوقتي، يعني هعملها دلوقتي. ميزه ثالثه، بص انا شخص مش بارد هادي ولا عصبي، بس انا مثلا بكبر دماغي من كل حاجه، اللي بيضايقني اللي هو الحاجه اللي يخصني قوي، غير كده ولا كني شايفه اصلا. في بالنسبه لناس ميزه وبالنسبه لناس عيب، يعني في ناس بتقول احسن ان هي اللي يتعصب ياخد حقه ويتخانق ويخش خناقه، طالما ما دخلتش خناقه معاك تعرف ان انت مش شايفاك اصلا، بس دي ممكن تكون بتكتم جوه الشخص اكتر. 3 مذيعات مش بيحبوك. 3 بس؟ ما اعرفش، ما يهمنيش اعرف اصلا. ضيف كنت واخده عنه فكره واول ما جه غيرتي فكرتك دي خالص. لا ده بيحصل كتير قوي، يعني في ناس بتشوفهم مثلا بدون بصي داعي. بقول لك احنا عايزين تصريحات. فين بقى تصريحاتك دي؟ تصريح ما نتكلمش. اللي ما شفت لك تصريح قوي. لا مش موضوع، انا مش عايز كلام عادي، عايز تصريحات. لا مش موضوع تصريحات. يعني مثلا مايا دياب، انا عارفه ان مايا مش هتتكلم قوي، وبتخاف قوي من هي مش بتخاف، بس بتحب تهذب كلامها، او مش عايزه تضايق حد، او ما بتحبش تدخل في خناقات كتير. كانت صريحه جدا وبتتكلم بكل اريحيه. انت ممكن نشوفك ممثله في يوم من الايام؟ مش حابه الموضوع ده دلوقتي، انا مش عارفه اعمل التويست ده، مش حابه ده. ما تمثلي وتسيبي لي، انا احب سري. اللي داخل على طمع بقى. انت لا، كل يعني سنه قصدي تطمع لو فيا انت- في حاجه، مره جرافطه، مره طياره، مره البرنامج. ايه السنه الجايه تطمع في ايه؟ في عيل من عيالي؟ ينفع؟ روح اتجوز حد. مين الضيف اللي نفسك تجيبيه في حبر سري؟ هو مين تاني انا ما جبتوش في حبر سري؟ اكيد نفسي شريهان، عادل امام، اكيد نفسي ناس دي. هتعزميني على ايه بقى السيزون ده؟ والله العظيم دي قطه بجد والله، انا مش معقول اتفق مع القطه يلا يا يعني. شريف، يلا يا شريف. طب انا ماليش علاقه بيها دي، عشان بس ما تقعديش الناس تقعد تشتمني بسببك. خلاص بقى انت بتزعل مين يا واد انت؟ بزعل القطه كانت جايه من وراكي. وطي صوتك وانت بتتكلم معايا. خلاص يا قطه. ايوه خلاص. كده. خلاص بقى ولد حطك في نوتي كورنر والله. بكلم القطه مع حساب. طب بقول لك ايه، تقولي ايه لفريق البرنامج؟ عمال يقول لي فريق البرنامج يا جماعه ويشاور على نفسه، يعملوا انا انتوا بتشوفوني انا بس، لكن فريق العمل ورايا في حبر سري، كرو البرنامج والكرو بتاعي انا الشخصي. يا جماعه انا عندي رجاله جامده جدا يعني ما شاء الله. وطبعا محمد شريف اللي عمال يقول لي انا ارخم كائن على وجه الارض. تعالى يا محمد. هاجي. تعالى والله. قدميني زي ما بتقدمي الضيوف بتوعك. بجد والله انت عايزني اقدمك؟ ركزي بس وما بتقلقيش مني، انا تمام. انا معايا دلوقتي هو اكتشاف، على قد ما هو غلس جدا على قد ما دمه خفيف جدا جدا. طبعا كلكم بتسالوني مين اللي بيطلع يكلم الفنانين، مين هو قرر ما يطلعش مع حد غير معايا، فانا دلوقتي حابه ان انا اقدمه او ارخم مذيع في جمهوريه مصر العربيه اهو. انا بتكسف على فكره كده. لما انت بتتكسف وما بتعمل فينا كده ليه؟ والله بقى لي 3 سنين ماسك نفسي، قلت لازم اطلع مع اسماء ابراهيم. بقى حلوه الصيغه دي. بيح نفسه. لا والله عايزين نتكلم بجد. محمد انا مؤمنه جدا بشخصيته وموهبته، لان هو عنده كاريزما خاصه، فبحب شخصيته، بحب هزاره، بحب
الاسلوب اللي بيتكلم بيه فبتهريج بيخليك حتى وهو ساكت بس عايز تضحك، فكان حقه ان هو يطلع للكاميرا ما يبقاش صوت بس ورا الكاميرا. فحبيت ده جدا ان انتوا تشوفوه. شاب وسيم جميل ناجح جدا شاطر مبدع، وبصراحه بحييه. يا جماعه ايه الجمال ده والله العظيم. بجد شكرا، وبجد ميرسي على الفرصه دي والله العظيم. بقى فرصه ايه؟ انا ما عملتش حاجه، ده حقك انك الكاميرا تشوفك والناس تشوفك وتعرف مين هو اللي بيعمل رياليتي ده. ربنا يخليك يا اسماء، شكرا والله بجد يا جماعه هو اكتشاف دمه خفيف. ربنا يخليك. لا هو يخطف الكاميرا او صح. يعني عارف الغلس، بس الغلس دمه خفيف في نفس صح الوقت. صح. هو انا مش عارفه ازاي بس عندها حق. هو انا بقول عليك غلس على فكره، بس دمي خفيف بس غلس وموهوب وموهوم. ده غلط، دي الوحيده اللي غلط. مبسوطه ان انت طلعتي معايا النهارده. امشي يا شيخ، انا غلطانه. يلا، سلام عليكم. امشي والله عيل ما يستاهل.